يعني يا جماعة هو احنا مفيش أي مناسبة في مصر ممكن تمر علينا بهدوء كده ومرور الكرام، خصوصا لو كانت المناسبة دي حلوة أو بخصوص حد احنا بنحبه. مصر كلها بقالها يومين ثلاثة بتحتفل بعيد ميلاد الزعيم عادل إمام، لدرجة إن عيد ميلاد الزعيم كان ترند بقاله يومين، وبالأمس كاد الاحتفال أن يمر بسلام، إلا أن بعض رواد الفيسبوك ما عجبهمش الوضع. إزاي حدث زي ده يمر بسلام كده؟ لا، لازم يكون في حالة جدل والترند يمتد كمان يومين ثلاثة كمان. طب نعمل إيه؟ نعمل إيه؟ فضلوا يفكروا، فقالوا أيوة، إحنا نعمل مقارنة بين عادل إمام وسمير غانم. لا حول ولا قوة إلا بالله. اللي عايزين يثيروا الجدل بدأوا واحد ورا التاني يكتبوا بوست على صفحاتهم، تشعر عندما تراه أنه بوست موحد ليس له أي هدف سوى إثارة الجدل وفقط. لدرجة إن واحد منهم كاتب كده بالمفتشر: أنا جاي أثير الجدل وأقول لكم إني مش بحب عادل إمام، أنا الكوميديان المفضل عندي سمير غانم الله يرحمه. وبدأت الناس ترد على البوستات دي بالاستنكار: ازاي يا جدع انت ما تحبش عادل امام؟ ده زعيم الكوميديا في الوطن العربي كله مش بس في مصر. لكن بعد وقت ما هوش كبير قوي ظهرت مجموعة جديدة من مثير الجدل برضو لدعم أصحاب بوستات مش بنحب عادل إمام وسمير غانم أفضل منه في الكوميديا. والله دي حاجة تضحك. دائرة الجدل اتسعت منهم وانتقلت من الفيس لتويتر لليوتيوب، وكادت أن تصل خارج الحدود لولا تدخل العقلاء وستر ربنا. في الفجرية كده خرج علينا الإعلامي الكمل راضي رضوان زوج الفنانة دنيا سمير غانم، وكتب بوست على صفحته الرسمية قال فيه: لما تيجي تقول الزعيم عادل إمام وتستحضر سيرة الأستاذ سمير غانم لازم تعرف إن دي مدرسة ودي مدرسة، ما ينفعش تقارن بينهم، كل واحد منهم مدرسة مستقلة، محدش عاقل يقدر يقول مين أقوى من مين، إنما هنقول نعمة من ربنا إنه ادالنا اتنين بالحجم ده ولهم أعمال مأثرة على حدود مصر والوطن العربي كله. الناس طبعا تفاعلت مع البوست والمواقع الإخبارية نقلت البوست. فهل البوست بتاع رامي هينهي الجدل أم سيفتح باب جديد لراغبي إثارة الجدل واللي عايزين ترند الزعيم عادل إمام يمتد ليومين ثلاثة تانيين؟ أدينا قاعدين وبنتفرج، بس أهم حاجة لازم كلنا ما ننساش نقول كل سنة وانت طيب يا زعيم. ما تنسوش تشتركوا في قناة مصر اليوم على يوتيوب وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل الأخبار أول بأول.